السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لفت انتباهي وأكيد الكثير منكم في هذه الفترة أن سوق الإعلام والقنوات الفضائية تنتعش كلما قربت الانتخابات. يعني نجد البرامج الحوارية والاستضافات، كذلك المواقع الاجتماعية التيك توك واليوتيوب يشتعل بشكل لافت، يصعد اللود ماله للسماوات. وكل ما في هذه المحاور أو في هذه البرامج هي تسقيط وترويج ما أنزل الله به من سلطان. يعني ليس لم نجد حد الآن برنامج أو قناة حوارية تتناول موضوع الانتخابات بحيادية ومهنية وإعلامية. يعني هسه شو يسمونه هذا الترند، قضية السيد رئيس الوزراء المحترم محمد شياع السوداني ووالديه، هل هو شهيد؟ هل هو معدوم؟ هل هو متوفي؟ يعني أنا أستغرب يعني خاصة في هذا الموضوع. يعني السيد محمد شياع السوداني ابن العمارة، الإنسان الجنوبي الذي عاش معنا كل الويلات، ما علينا بما كان في ذاك الزمن الذي أجبر الكثير على الانتماء لحزب البعث. يعني قائم مقام العمارة بعد 2003، قام مقام العمارة، محافظ ميسان، وزير 4 مرات، رئيس هيئات 4 و3 هيئات في زمن حكومة المالكي، عضو برلمان لأكثر من دورة، الآن رئيس وزراء في بداية تكليفه برئاسة الوزراء. ولا بد أن أشير هنا أنه كان المالكي وراء ذلك أن يكون محمد شياع السوداني رئيسا للوزراء. أين كانت هذه القنوات وهذه البيجات وهذه الأمور من هذا الرجل؟ يعني لو كانت هذه الحملة من كان وزيرا، من كان محافظ، من كان عضو برلمان، من كان رئيس مؤسسة السجناء والشهداء والمساءلة والعدالة وما إلى ذلك. يا أخوان، لنكن موضوعيين ومهنيين في الطرح وبالأدلة الثابتة والحقيقية. يعني لا يكون